من اسئله المتابعين: السلسله بتاعت البسمتي رائعه، شكرا ليكي، بس ممكن تعيد تاني كميه الميه في كل نوع. طيب تمام. هنتكلم سريعا. عندنا الرز البسمتي ال21 اللي هي الحبايه الطويله. الحبايه الطويله دي بتاخد كميه ميه كبير. يعني انت لو حطيتي كوبايه مثلا، دي كوبايه، حطينا كوبايه رز بسمتي طويل الحبه ال21، هتحطي 3 اضعاف الكوبايه دي ميه. تمام. طيب انت لو انت من النوع اللي بتنقعي الرز البسمتي، لا هتقللي شويه الميه، مش هتحطي 3 اضعاف الكوبايه، لان انت طبعا نقعتيه فالرز البسمتي شرب ميه اكتر. تمام. فانت مش هتضطري ان انت تحطي 3 كوبايات بس. في الطبخ العادي بتاعنا انت هتحطي في طويل الحبه 3 اضعاف الكميه بتاعه الرز اللي انت حطاها ميه. طيب تمام. ننقل على البي ار. البي ار بياخد ميه قليله جدا. طيب يعني البي ار ده قريب من الرز البسمتي الابيض بتاعنا. انت مثلا لو انت بتحطي كوبايه الرز البسمتي البي ار اللي هي الحبايه القصيره، تقريبا هتحط عليها كوبايه ميه، ازيد من كوبايه ميه بحاجه بسيطه. ده في عجاله الرز البسمتي.